السلام عليكم، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا وصفه وافل حلوه قوي، جميله. مقرمش بيدوب في البق. تعالوا نشوف عملناها ازاي. مقاديرها كلها موجوده في البيت. حطيت كوبايه من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر، 30 جرام سكر. هما المفروض معايا كوبايه من السوائل، حطيتها نص لبن ونص ميه، ومعايا 50 جرام من الزبده وبيضه وكيسين فانيليا، لكل بيضه كيسين فانيليا. وهنضربهم دايما على طول كده بمضرب البيض. ممكن نضربهم بالمضرب اليدوي، بس انا لقيت بمضرب البيض ادتني نتيجة افضل. بحط بقى العجينة في اي دور ليه بوز عشان نعرف افضي منه، وبكون مسخنة جنب الجهاز. واول يا بنات لما بينور اللمبة خضراء بحط فيه الخليط بتاع الوافل. وسامعين القرمشة بتاعته، انا حبيت ان انا اسمعها لكم. وبعد كده بقى اول مش هقول لكم بقى دقيقتين 3، لا، الجهاز بيطلع بخار. اول لما البخار ده بيقف بتعرفي ان الخليط جوه استوى. بفتح عليه، بزينه بقى تزيين بسيط قوي. معايا مكعبين شوكولاته، بحط عليهم معلقه من الزيت وبدخلهم ميكرويف على 30 ثانيه بيسيحوا. بفرده. ومعايا شوكولاته برضو باللبن، وبعمل بس بيها شكل مش اكتر. ممكن تزينيه مثلا بعسل، بسكر، بمربى، اللي انتي حباه. لو وصلتي معايا لحد هنا بشكرك، وما تنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب.